أهلا بكم. مرحبا شكرا على حسن المتابعة، شكرا لأنكم مسألتوا علينا، وشكرا على تشجيعنا على الفكرة الأوريجينال هذه. اليوم تسمع وتتفرج في ديما لاباس. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى احنا زيادة بما انها بدات الأطباق الإعلامية تتوافد علينا، هات نبداو نبرو شوية بشوية باش ناخذوا اليوم ديما لاباس اللي رجع. دونك الحلقات تكون بتاعنا كل نهار أحد ولا سبت تطلع الحلقة نبرو على برنامج من البرامج. نبداو بديما لاباس. ديما بالحق أنا يعجبني ياسر نوف البرتاني والكيب اللي جات معهم وحدة جديدة اسمها أي العباد اللي قاعدة تتبع. حتى نشوفوا ايش صار في ديما لاباس أول زرعة. خلينا نقول كما قاعدين نشوفوا البرنامج يمشي عملوا فيتشر جديدة ولا حاجة جديدة اللي هو يحط المساجات اللوطة، يعني كل المساجات اللي يقراوها على اليوتيوب ظهر لي تكتب دونك كمل بالحاج كتبت أحلى برنامج عادي جدا، معناتها مساج يطلع نورمال. شوفوا المساج اللي بعده بالضبط وهذا لايف مش مبدل مش عم حتى تريكاج. اللي بعده وتلاجل اللي بعده مركز مع البرنامج هذا صالح الصباح يقول لها احمد بالحاج مساء النور والسرور. الراجل معناتها ديريك دخلت بزنيس. Look at here, you want a woman, you don't have to go following nothing ugly like that kid you give a peeler to. ما يرحمني صراحة التونسي جو والله تعطيه ثغرة صغيرة هيك يودي فطق مواهبه في البزنيس والتحرش كل شيء. هذه تنبيرة بالحق قوية برشا، نفسي بقوة والله العظيم حاجة قوية. فوالا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي تو نحكيو عليه. الموضوع الثاني كان المنتخب الوطني التونسي اللي بالحق معناتها على الجزيرة طرقتين حكي كل شيء في البرنامج نتاعهم اللي هو ديما لاباس. أي بالرسمي معناها حاجة أنا اكتشفتها توا، حكيت كل شيء وخير من بيلين وخير من مطرح. هات نسمعوا بالزوز فيسا فيسا. المنتخب التونسي المرآة متاع الدوري التونسي. المنتخب التونسي اليوم عندنا دوري ضعيف، وهذا يعني بشهادة الناس الكل الدوري بتاعنا ضعيف. ما اعتناش لاعبين مميزين من الناحية الفنية باش يحسنوا مستوى المنتخب. عندنا المنتخبات الشبابي مش موجودة. الخزان متاع المنتخبات في العالم، شوفوا المغرب، شوفوا الجزائر، شوفوا مصر، شوفوا الخزان هو المنتخبات تحت 19 وتحت 23 وتحت 17. احنا مش موجودين، واللاعبين يلعبوا في اوروبا امكانياتهم محدوده. شنو مين باش يصنعهم اللاعبين مين باش شكون باش يصنعهم؟ لا دوري ضعيف، الفرق مش تشتغل، ما ثماش تكوين في الفرق، المنتخبات الشبابي مش موجوده، اللاعبين اللي يلعبوا في اوروبا امكانياتهم محدوده. ومن بعد احنا في تونس نحب يكون عندنا منتخب كبير. كل يلا ايه نفل هو الكلام اللي قالوا بلال مهم والكلام اللي قالوا مطران مهم، معناها راهو اليوم نكملوا. ليه باش نضيف حاجه انه كره القدم التونسيه تعيش في اخي فترات. لا سامحني وكلام وليد مش مهم. ليه وليد ما حكيش ما حكيش في الكره. الكره القدم التونسيه تعيش في اتعس الفترات نتاعها. راهو ما اليوم ما نحكيوش على انترونور ولا نحكيو على دي جوور. انت قلت التكوين مش موجود، سي فغي ما نعرفش تتفرجوا في البطوله ولا راهو من اتعس الماتشات اللي فرجت فيهم عام ناول. معناها نحكيو على فرق كبار كيما النادي الافريقي ونادي رياضي البنزرتي والنادي رياضي الصفاقسي، والكلهم عانيوا مشاكل ماديه كبيره برشا. ما فماش دي جوور وما فماش دي ماتش تتفرج فيهم. راه نحكي على التكنيك هوني. النقطه المضيئه البارح اللي صارت في الماتش شنو هو؟ ميميش كيفاش تصدى البونتو الاخر في دقيقه 90 في دقيقه 90 تصدى البونتو اللي ينجم يخلينا نحن نخرجوا بتعادل. والنقطه المضيئه الاخرى بوشنيبه، معناها دو جون اللي عطاو برشا لا تراه جاوبني. تونس تنتج 8% من الانتاج العالمي، 1 من القنب الهندي، 2 من السيارات الرفيعه، 3 من التن الاحمر. حسب رايك يا ايه 8% نتصور من التن الأحمر. كما تشوفوا تونس تحت المرتبة متقدمة في إنتاج التن الأحمر. بالله خلينا نشوفوا فقط سي مطران شنو يحكي بالضبط عن التن الأحمر، وخلينا نرجع وأقول لكم أنا بالرسمي حاجة خطأ مهني وقع فيه، سامحوني. هذا اسمه مطران شقا. عندك ما تقول مطران. طبعا ننجو في التن الأحمر نبيعوه لبرا ونستوردوا الطن الاصفر وعملت تحقيق. اي طبعا اي طبعا يا بلال نعرف. وباسعار من نار. راهو ما تجيش انك تنتج حاجه والله يدخل مجلس المنافسه وقتها ما تجيش تنتج حاجه وما تاكلهاش ما تذوقش منها. شنو معناها؟
برا شوف الطن اللي يجيبوا فيه. وحكينا احنا ما قبل تجيش تنتج حاجه وما تاكلهاش، راهو بالحق معناتها به. تعرفش انت استاذ مطران قديش يبيعوا فيه التن في الخارج؟ التن الاحمر هذا قديش يبيعوا فيه في الخارج؟ باش نحط لكم التصويره هذه 34 يورو لو بري دان كيلو. 34 يورو مش معناها 90 دينار بريسك، خلينا نقولوا في ثلاثه 90 دينار. اسكو التونسي ينجم يدفع 90 دينار باش يشري؟ يا ودي خلينا نصدروها التن الاحمر. علاش هكا؟ علاش معناتها تحبوا انتوما تخليوا العبد معناتها جا ربي انا ما عادش نحكي. اسمعوا الفيديو هذا في الاذاعه التونسيه بجمع اختاري وقت اللي يقولوا الدوله سعرت قيمه الكيلوغرام من الطن ب5.5 دينارات في السوق المحليه. هو أنا قلت لك هو راهو هو منتوج معناه موجه هو ذو قيمة تجارية عالية وموجه للتصدير، وفي السوق عرض وطلب، وفي السوق الدولية يتباع بأكثر معناها حاجة أخرى. فما حصة في السوق المحلية ولا لا؟ ولا كله موجه للتصدير؟ هو شوف إذا كان يلقى السوق متاعه في السوق المحلية لما لا، ولكن هو بما أنه قيمته تجارية عالية هو معناه يتصدر. معناه علاش يتصدر كليا وقت اللي اليوم التونسي يقول لك احنا الطن متاعنا اللي هو ذو جودة عالية موجود البرة ولا وفي تونس ما فماش نوعية جيدة؟ ما هو هذا الأساس الإشكال يعني. شوف هو الطن الأحمر إذا كان أنت باش تلقاه معناها أون بوات راهو باش يكون سوم 3 و4 وحتى 5 مرات من السوم الحكة العادية تويكا، لأنه الطن الأحمر أغلى من الطن المجمد اللي نوردوه باش نعملوا له التعليب نتاعو والتحويل نتاعو في معناها اللي موجود عندنا في السوق. السيد قال كل شيء. يلا نمشي للموضوع اللي بعد. كيف نتخلص من هذا العنف اللي مذنب به الصغار وضحاياه فرد وقت؟ سكر التيك توك. دونك سي بلال الميساوي عطاها لكم بالاخر وعلى الاخر قال لكم سكر التيك توك طول الاطفال تربيوا بالبيه. اللي تشوفوا البلدان وهو قدامكم الجريده هاد شكون البلدان اللي مسكره التيك توك. خذ عندك افغانستان اللي هي حكومه طالبان، الهند 2022، نيبال 2023، السنغال 2023، الصومال، الاردن 2022، وكرغيزستان واوزبكستان هم تابعين تركيا. دونك وكذلك فما بريطانيا والاتحاد الاوروبي مش باش يمنعوا خاطر فما تدريب المعلومات الشخصيه للمستخدمين. يحبوا امريكا هي اللي معناتها تاخذ التيك توك وهي تجيري باش تتحكم كالعاده في العالم. الحرب نتاع التيك توك اكبر ظهر لي من اللي نشوف فيها من تربيه صغار. واحد انت عندك تليفون تنجم تحكم في ولدك معلش يتفرجوا كيفاش يتفرج كما عاملين في برشا بلدان كما قال استراليا وبرشا بلدان اخرين. دونك ما نعرفش اذا كان عندكم راي قولوا لنا في الكومنتات. الموضوع اللي بعده ولا خلينا نقول الاخير هو موضوع البراكاجات. صراحه موضوع البراكاجات اني من المواضيع اللي ما نحبش نحكي فيها جمله. الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قال نشر فيديو منفذ عملية براكاج حي ظهور غير قانوني وفيه عدم احترام للشخص. هل أخطأنا نحن مثلا كوسيلة إعلام بنشر فيديو البراكاج؟ لأن السيد هذا متاع حي ظهور لو ما هبطش تصويرته ممكن الأمن ما شدوش لأنه وجه واضح، ولكن فيه زادة عدم احترام لحقوق الإنسان. ولكن يقول لك على مواقع التواصل الاجتماعي كي انت باش تهبطوا وتشهر به شنو الغايه نتاعو اذا الامر قاعد يخدم في خدمته. هو النقاط اللي حكى عليها نقاط استفهام. فهمت؟ مثلا شهر بيه مثلا شو نفسيته باش تتعب النطار. هو حسب شوقي مثلا حسب شوقي تو النطار مثلا باش يدبر في الحبس. قال نوفر حقوق الانسان البكري مش حكايه بتفدليكا. فما برشا عباد تحكي على حقوق الانسان. المعطيات الشخصيه ومعطيات الشخصيه بالله يزي بالحق. يعني اللي يعمل براكاج بالنسبه لي لازم اعدام. بربي تفرج تونيزي سكوب وقتاش قالت فظيع ساره محمد تفقد بصرها في براكاج. ايماجين معناتها انت تحكي معطيات شخصيه وما يلزمش وجهه وخاف على ولده يزي بجهره. هذا الاول هذا في مصر الحقيقه. جيب انا نعطيك في تونس صار ما اتعس يمكن فما الاعلاميه وقتها هذه سحر حامد اللي تعرضت براكاج زاد هي وصارت عليها بوليميك كبيره. كانت تذكر وحدهم جاء هربي لا تقول لي ولده ولا تقول لي بنته ولا تقول لي عائلته. البراكور اللي براكي راهي تصوري براكي لك امك اختك خوك بوك ويقتلوا ساعات في تونس يقتلوا اصل يعني في مجين على جيل شنية على 10,000 فرنك ولا على تليفون ليزي. ولا موضوع يضحك ويبكي بالحق. معناتها ما صارتش ليك انت اما ما تقولش ساريف او موند شنو هي الكلمه. البراكاج اللي يعمل براكاج مش بطحوه بركه لازم يتعدم اعدام قدام العبيد
في ساحه غاديك نتاع شارع بورقيبه غاديك، هذا رايي انا الشخصي بصراحه. ما تقوليش حقوق بصراحه، معناتها انت كي ما تعرضش البراكاج. راك والله عندي صحابي تعرضوا البراكاج في الصحون، ما عادش ينجم في الليل، ما عادش ينجم يخرجوا. معناها ذاك البسيكولوجيكمون شكونش يداويه، وولاده اللي تعرضوا للفجعه، ومرته وامه وابوه. هذا هو الموضوع الاخر. وانا ماذا بيا معناتها اذا عندكم تحبوا تدخلوا معايا باصواتكم ابعثوا لي حطوا دي كومنتات كل شيء، نجم نحطوا معكم اصوات نشاركوهم احاديثهم. ينجم يكون عندكم اراء مخالفه لهم هما، دونك نحطوهم عندي يعني. هذه الحلقه الاولى نزلت اليوم اللي نهار الاحد. ان شاء الله باش نتبعوا برامج اخرين، باش نواكبوا معكم برشا حاجات اخرين، وان شاء الله تعجبكم القناه. ومرحبا بكم الناس الكل.